أنا اسمي عمرو العزب، كاتب ومدرب وميتا كوتش معتمد دوليا من مؤسسة الدلالات العصبية. التخصص بتاعي هو التعلم السريع، بمعنى إني بساعد بقى الناس وخصوصا رواد الأعمال اللي حابين يطوروا نفسهم عن طريق قراية كتب أو حضور كورسات، لكن بتواجههم مشكلة كبيرة جدا، وهي إن مفيش عندهم وقت، وإن هم دايما أي حاجة بيتعلموها بينسوها وبعد فترة بسيطة وبتختفي تماما من الذاكرة بتاعتهم. فبالتالي بقى ممكن يحسوا بالضيق والإحباط وإن هم ضيعوا فلوسهم ووقتهم على الفاضي. ايه بقى اللي خلاني اتخصص في المجال ده؟ اللي خلاني اتخصص في نفس المجال ده هو اني كنت بمر بنفس المشاكل دي. يعني انا رغم اني كنت متفوق زمان في الدراسه الاكاديميه بتاعتي، الا اني بعد ما اشتغلت لفتره طويله في الوظيفه الروتينيه وحبيت بقى تاني ارجع اتعلم زي زمان، اكتشفت بقى اني ما عنديش وقت خالص بسبب المسؤوليات المهنيه والشخصيه. بالاضافه ان حتى لو لقيت وقت كنت اي حاجه بتعلمها بنساها بعد فترة بسيطة جدا واحس ان انا ضيعت فلوسي ووقتي على الفاضي. المشاكل دي واجهتها لما كنت بتعلم الكتابة، ده بقى خلاني ادور على طرق وعلى افكار تساعدني ان انا فعلا اتعلم بشكل اسرع واثبت المعلومة في الذاكرة بتاعتي. والحمد لله بقى بعد حضور كورسات كتير وقراية كتب كتير نجحت اني اعمل سيستم لما طبقته على نفسي قدرت اتعلم الحاجة اللي انا عايز اتعلمها في وقت سريع، وفي نفس الوقت بقدر احتفظ بالمعلومة في الذاكرة بتاعتي لاطول فترة ممكنة. فبالتالي طبقت السيستم ده في تعلم الكتابة ونجحت الحمد لله. اكتب رواية اسمها نسرين، وكتبت اكتر من كتاب زي اتعلم تتعلم واتعلم تفتكر. والكتب دي الحمد لله ساعدت ناس كتير جدا انها تتعلم بشكل افضل وفي نفس الوقت تحتفظ بالمعلومة في الذاكرة بتاعتها لاطول فترة ممكنة. لما بدأت بقى اعمل البيزنس بتاعي لقيت ان في حاجات كتير جدا عايز اتعلمها، والطرق دي برضه ساعدتني ان انا اتعلم الحاجات دي. فتعلمت التسويق، اتعلمت ازاي اعمل موقع اونلاين، اتعلمت ازاي اعمل صفحات على الفيسبوك وغيرها من الحاجات اللي اتعلمتها. والحمد لله بسبب الحاجات اللي انا اتعلمتها دي نجحت ان اسوق كورساتي وكتبي لاكتر من 20,000 واحد لوحدي ومن غير الاستعانه باي شركه تسويق. وناس كتير من اللي استفادت من الكورسات او الكتب ادتني فيدباك ايجابي جدا انها حسنت الطرق اللي هي بتتعلم بيها، وانها ساعدتها انها تثبت المعلومه في الذاكره بتاعتها، وانها تحسن من التركيز بتاعها. بسبب بقى خلفيتي الهندسيه، لان انا اصلا مهندس اتصالات، عشان كده دايما بحب اعمل سيستم في اي حاجه بعملها. السيستم ده عباره عن مجموعه من الخطوات مجرد ما تعملها بتقدر توصل للهدف بتاعك، سواء الهدف بقى انك تتعلم اسرع او تحسن الذاكره بتاعتك او تحسن التركيز بتاعك. ايه بقى الخدمات اللي بقدمها حاليا؟ الحاجات اللي بقدمها طبعا حاليا جلسات كوتشنج بتساعد على التعلم السريع، بالاضافه بقى لكتب زي اتعلم تتعلم وتعلم تفتكر، بالاضافه بقى لورشه تتعلم اسرع وكورس فاست اللي بيساعده اللي بيطبق الخطوات اللي فيهم ان هو يتعلم اسرع وفي نفس الوقت يحسن من تركيزه والذاكره بتاعته. برضه عندي كورس تاني اسمه اتعلم تكتب، واللي يساعد اللي بيطبق الخطوات اللي فيه ان هو يكتب اول كتاب ليه حتى لو ما عندوش اي خلفيه عن الكتابه قبل كده. كل التفاصيل الخدمات والكورسات دي هتلاقيها موجوده فوق في اللينك في البايو. وبرضه من فتره للتانيه بعمل كورسات مجانيه وفيديوهات لايف تساعد الناس انها تتغلب على المشاكل اللي بتقابلها في مجال التعلم، سواء بقى ليها علاقه بالذاكره او التركيز. فلو انت مهتم انك تطور نفسك عن طريق بقى انك تتعلم اسرع وتحسن ذاكرتك، فبنصحك بشده انك تعمل لايك وفولو للصفحه عشان يوصلك كل جديد.